بس انا كمان بقى هزعل قوي يا بابا، ومش هحس اني اتجوزت. دي ليلة واحدة في العمر كله يا بابا. انت كمان هتزعلي؟ ايوه طبعا يا بابا. طب خلاص اعتبري كل الكلام اللي انا قلته ما اتقالش. يا بنتي دي كانت مجرد فكرة طرقت على ذهني. خلاص خلينا احنا في حفلة العشاء. شوقي انت هنا وانا بدور عليك. نعم يا ستي، ما انا مستخبي من طلباتكم. كل ما بتشوفوا وشي تنزلوا فيها طلبات. ها يا ترى عاوز ايه المرة دي؟ ابدا يا اخويا ما فيش حاجة. مادام بتقولي كده يبقى في حاجات مش حاجة. اتفضلي يا ستي قولي طلباتك. كنت عاوزاك يعني تخرج معايا عشان نشتري شوية حاجات. وما فيش حاجة. ما هو اذا كنا ناويين نكتب عليها الاسم يبقى لازم نلحق نشتريها من دلوقتي. ايه دي اللي نكتب عليها الاسم؟ الفضية بتاعت وفاء. فضية ايه؟ ايوه الشوك والمعالق والسكاكين. انت ناسي ان احنا لسه ما اشتريناهاش لغايه دلوقتي. لا هما ولا البياضات ولا الفوط ولا البيجامه ولا الشبشب ولا ملايات الفرش ولا الستاير ولا السجاجيد. بس كل ده علينا. وعيد العريس ما عليهاش حاجه غير انها تقدم العريس. الله وانا مالك بتزعلي كده ليه؟ هو انا يعني اللي كنت اخترعت النظام ده؟ نعم يا ست هانم. امال مين المتوحش اكل اللحوم البشريه اللي فكر في الحكايه دي؟ لا انا خلاص ملياش دعوه بالحكايه دي خالص. ومش طلب بنتي خلاص ايدي انا تصرف ليه؟ من ساعه ما قالوا ان بنتي هتتجوز وطلبات تنزل تلف على ودنه زي ما يكون اوكازيون. كل واحد عاوز يلحق بالتاني. عاوزين نشيل فستان الفرح والمصورات لازم ياخد لنا صوره، والملايات والسجاجيد عاوزة تتفرش، والفضيات لازم يكتب على اسم العريس والعروسة، وكتب الكتاب لازم يصرف عليه الشيء الفلاني، ومين ينعزم ومين ما ينعزمش. يا ناس حرام عليكم. خلاص ابو العروس هيستحمل ايه ولا ايه؟ دي لو كانت حجر كان زمانها اتفلقت. يا ترى يا هل ترى مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ مين عادل. مساء الخير يا وفاء. عادل اتأخرت كده ليه؟ أنا بيتهيألي إني بقالي سنة ما شفتكش. أصل كنت مشغول أوي يا وفاء. تليفونات على ضيوف على مشاوير. الله هو أنت لوحدك هنا ولا إيه؟ أيوة يا عادل. على فكرة قبل ما أنسى أنا وعدت ماما إني أسلم الورقة دي أول ما أوصل. اتفضل يا ستي. وعدتها كمان إني لازم أقراها دلوقتي. لا بس أصلها يعني كانت خايفة أنسى. أصل الأيام دي يا وفاء معرفش ليه بنسى كتير. بس على فكرة أنا مش هقعد كتير. أصل ماما عزمت خالتي على العشاء وقالت لي لازم أكون موجود. المهم يا وفاء أنا كنت عاوز أتكلم معاك في موضوع مهم. خير؟ الله مالك؟ وشك متغير ليه؟ انت متضايق من حاجة يا عادل؟ وفاء ممكن ناخد بعضنا دلوقتي ونروح عند أي مأذون يكتب لنا كتاب. ايه؟ عادل انت بتقول ايه؟ اللي حصل يا عادل عشان تقول الكلام ده؟ وفيها ايه يعني يا وفاء اللي بنكتبه دلوقتي؟ لازم يعني نستنى لغاية يوم الخميس؟ ما أي يوم ينفع. ثم كمان يا وفاء يعني هنوفر على نفسنا حفلات وعزايم العشاء. غير كده وكده يعني هنوفر حفلة كتب الكتاب والعشاء اللي انتوا ناويين تعملوه في المقام ده. بالمناسبة انتوا عزمتم كام نفر؟ كام؟ احنا حاولنا على قدر الامكان اننا نقلل عددهم قوي. يعني هم طلعوا كام؟ لازم كتير. يعني هما طلعوا كتير شويه صغيره كده، لكن انا حاولت انقصهم والله حاولت، بس الظاهر ان الزمان فلت. ماشي يعني طلعوا كام يا وفاء؟ طلعوا 300. نعم 300 يا وفاء. هو ده اللي اتفقنا عليه يا وفاء. ده الوعد اللي انتوا وعدتوني بيه. انا ساعة ما وعدتك كنت بقصد الكلام ده فعلا، بس انا عملت كل جهد. لكن النتيجة ايه؟ ازاي بس اقدر اثق في مراتي اذا كانت من دلوقتي ما بتحافظش على كلمتها؟ الغلطة مش غلطتي يا عادل. لا يا وفاء الغلطة غلطتك، لانه كان باين عليك من الاول انت عايزه تعمليها حفلة كبيرة جدا وعاوزه تعزمي كل الناس. لا عادل انا مش كداب. لا يا وفاء انت خدعتيني. ايوه خدعتيني. لا ما خدعتكش، انا حاولت اخلي الحفلة زي ما انت عاوز. لا يا وفاء ما تحاوليش تخدعي نفسك بالكلام ده. انت ايه؟ قول كمل. عاوز تقول ايه؟ عاوز تقول اني كدابة؟ وفاء عاوز اقول اني كدابة؟
ايوه طبعا. وقبل كده قلت عليا اني خدعتك وما نفذتش وعدي. انت ما بتحبنيش يا عادل. لا يا وفاء، ده مش حقيقي. لا حقيقي. بس احب اقول لك يا عادل انك انسان اناني. في رجاله كتير قوي بيعملوا